السلام عليكم. احنا في هذا الفيديو ديالنا ان شاء الله غادي نهضروا على فريق النهضة البركانية اللي مقدم واحد الموسم كبير، اللهم بارك. واحد الموسم اللي غادي يظفر بالاول بطولة محلية ان شاء الله، بعد ما فاز كأس العرش وكأس الاتحاد الافريقي وكأس السوبر الافريقي. غادي نضاف للخزينة ديالو عما قريب البطولة الوطنية الاحترافية لأول مرة في تاريخ هذا الفريق العريق اللي سطر لنفسه واحد المشوار كبير في المواسم الأخيرة، وكان دائما فريق صراحة يحتذى به وكيقدم مواسم جد رائعة. وخصصت لي هذا الفيديو هذا اليوم تاني رمضان، يعني هذا الفيديو مورا مقابلة ديال الوداد الرياضي والنهضة البركانية اللي انتهى في بركان ب0-0. صراحة غادي نكون ظالم لهذا النادي هذا إلا ما هضرتش عليه، خصوصا أنني من أبناء الشرق مدينة الدريوش. إذن فريق النهضة البركانية هو أقرب فريق المنطقة ديالنا اللي كيشرفنا حاليا، وبغيت نخص عليه هذا الفيديو هذا ونهضر على هذا الفريق هذا ونشجعوه ونحفزوه، وان شاء الله كنتمناو انه يتفرغ للبطولة رقم 1 وتكون ان شاء الله انطلاقة الالقاب الجاية. الموسم المقبل غادي يشارك في دوري ابطال افريقيا، والفريق عودنا انه كيحقق نتائج جد 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 رائعة، سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن في المنافسات القارية. فكنتمناو أنه نشوفوا فريق النهضة البركانية دائما إلى الأمام. وأستغرب غادي نستغل الفرصة ونتحدث على بعض المشوشين. أستغرب جد الاستغراب علاش كيحاربوا فريق النهضة البركانية كأنه يعني من دولة أخرى. فأستغرب في مواقع التواصل الاجتماعي كنشوف شي فروق منين جابت النهضة البركانية السيولية المالية كي صرات ما عندهاش مشاكل ونزاعات مع اللاعبين. كل فريق عنده الحق أنه يسير فرقته، وكنتمنوا للجميع التوفيق، لكن باش تحسد وتهضر في واحد الفرقة اللي كتمثلك وطنيا وقاريا احسن تمثيل، فلا داعي لهذا التشويش. الفريق خدم على راسه، انتدابات رائعة، لاعبين في المستوى، مدرب في المستوى، فاكيد غادي تشوف واحد الفريق اللي كيقدم مواسم رائعة وكيقدم اداء كروي رائع. فلماذا التشويش؟ الفريق يستحق ما وصل اليه، واللي بغى يوصل راه خصو يخدم. بركان خدمت على هذا المستوى اللي وصلت ليه. الفضل الكبير صراحة يعود إلى فوزي القجع، وهو دائما مساند لجميع الفرق الوطنية بدون انحياز، فإذا كان قدم شي حاجة للمدينة ديالو أو الفريق ديالو فليس بالعيب. سبقوا رؤساء قبل ما قدموا والو الفرق ديالهم ولا هذا السيد هذا كيخدم من النهار دخل الجامعة، هو خدام ما شاء الله، ملاعب حلة رائعة، يعني أشياء يعني يستحق عليها هذا الرجل الثناء. فخليوا الفرقة بعيدا عن التشويش، وإحنا جميعا من طنجة إلى القويرة مغاربة، وتمنوا الخير لهذا الفريق هذا كما كتمنوا الخير الفرق تاعكم، وكل روح رياضية قدم مستوى كبير، إذن يستحق الأفضل والأفضل. وكنتمنى أنهم الفيديو هذا ينال الإعجاب تاعكم، ونتلاقاو في فيديو جاي إن شاء الله. السلام عليكم.